كنت أتصارع مع الكلاب وغيرها حتى أني أفترسها يعني، وهذه كانت يعني وجبة تقدم للشياطين في كل ليلة. فطلب مني الاحتذاء بالقرآن الكريم. بعد 40 يوم توسلات إلى الشيطان، قربات، ثم أسجد إلى الشيطان عندما ينتصب أمامي كذا وأسجد له، فمسكتني في صدري حتى حسيت الأضلاع تكسرت. صرخت من شدة الخوف، أنا قصرت في خدمتي مع الشياطين حتى تعمل بها كذا. اللي انت شايفه قدامك ده الساحر داود محمد فرحان. اتعلم السحر عن طريق والده لما كان عنده سنة بس. كان دايما بيحلم بكوابيس غريبة، حتى انه اتعرض للمس من الجن اكتر من مرة، وبسبب ده كان عنده نوبات صرع من اللي كان بيشوفه. طبعا والدته كانت شايفة كل ده وما تعرفش ايه اللي بيحصل لابنها بالظبط، فحكت لجوزها على كل حاجة. فقرر انه يوهب ابنه خدام عند الجن. مرت عليه سنين وما حصلوش اي حاجة لحد لما والده توفى لما كان عنده 14 سنة، ومن بعدها بدأ يشوف شياطين كتير على هيئة بنات جميلة جدا. بيقول انهم كانوا بيستدرجوه بالبنات دول، كان بيروح لهم في الغابات الموجودة في اليمن بعيدة عن الناس كلها. داود حب الموضوع ده جدا وكان بيروح الغابات كتير علشان يقابل البنات هناك، بس وقتها ما كانش يعرف ان دول شياطين اصلا. لحد ما في يوم كان راجع بالليل وشاف جمل مربوط في شجرة، فبص قدام شوية وشاف ان في بيت جنب الشجرة اللي مربوط فيها الجمل. فكر وقتها ان اكيد الجمل ده بتاع صاحب البيت. بيقول ان الطريق كان طويل جدا وهو كان تعبان، فراح وفك الجمل علشان يروح بيه، ومشي شويه لحد ما الجمل وقف فجأة. ما كانش عارف هو الجمل وقف ليه اصلا، فضربه بالعصايه علشان يتحرك. بس المفاجاه هنا ان الجمل بصله واتكلم وقال له انت فاكرني جمل بجد ولا ايه؟ خاف جدا وقتها وكان عاوز يضربه تاني، لكن الجمل اختفى من قدامه ولا كانه كان موجود اصلا. داود اغمى عليه وقتها من الصدمه وفضل على الحال ده 3 سنين. حالته اتغيرت جدا وما بقاش انسان طبيعي، حتى ان والدته حبسته في البيت في اوضه لوحده وربطته بالسلاسل، لانه حرفيا في الفترة دي ما كانش في وعيه. وقتها كان عنده 15 سنة، بس بيقول انه في ايام كان بيتحايل على والدته وبيقول لها انا نفسي اطلع اشم شوية هوا، فبيصعب عليها وبتفكه وبتخليه يخرج فعلا. ايام كان بيخرج بالنهار وبيرجع لها بعد ساعة او 2 عادي، بس لما كان بيخرج بالليل ما كانش بيرجع غير تاني يوم الصبح. المشكلة ان في خروجة الليل كان بيروح ياكل اي حاجة ميتة، يعني مثلا كلب ميت، قطة ميتة، اي حاجة ميتة كان بياكلها، حتى انه كان بيتصارع مع الكلاب ويقتلها وياكلها. بيقول انه كان بيسيب جزء من الحاجات اللي اكلها للشياطين لان دي الاكله المفضله عندهم. المهم ال3 سنين بيعدوا وداود راح لمنطقه زبيد اللي عندهم في اليمن. بيقول انه قعد هناك 3 ايام بس واتحرك على طول لمنطقه يوفيرس الموجوده في محافظه عز. راح للمسجد اللي هناك وقعد اكتر من 15 يوم بياكل وينام ويبات في المسجد. امام المسجد لما شافه كان فرحان بيه وقال له انت ولد صالح، اكيد هتطلع صالح زي ابوك لما تكبر. اصل عندهم ما كانوش يعرفوا ان والده كان ساحر اصلا، كانوا فاكرينه شخص بيصلي وبيصوم ومن الاخر يعني راجل بركه، بس ما يعرفوش اللي فيها. المهم بيقول انه حس بالعزه وقتها وكان فرحان انه هيطلع زي والده وهيكون ليه كلمه لما يكبر والناس كلها هتحترمه. رجع لبيته من تاني يدور على كتب السحر بتاعت والده، لكن والدته قالت له ان ابوك ولع في الكتب كلها قبل ما يموت. ضحك ورد عليها وقال لها انا عارف انهم موجودين في مكان كذا. اتصدمت وقتها هو ازاي عرف مكان الكتب، وتاكدت ان الجن هو اللي عرفه مكانها، بس كانت زعلانه لانها ما كانتش عاوزه ابنها يطلع ساحر زي ابوه، وخصوصا انها كانت دايما بتلح على ابوه انه يتوب بس ما كانش بيسمع كلامها. المهم بعدها وصل للكتب وكان معاهم خاتم وسبحه، ولازم الخاتم والسبحه دول يكونوا معاه دايما علشان الناس يفكروا انه راجل صالح. كان بيغسل السبحه بالعطر ويعطر نفسه دايما علشان يطلع منه ريحه كويسه قدام الناس. وخلاص بقى دلوقتي كتب السحر كلها بقت معاه، بدأ يفتحها ويقرأ منها طلاسم لتحضير الجن. الطلاسم دي كانت لتحضير اخطر انواع الجن علشان يساعده. لما خلص قراءة ظهر له الشيطان قدامه فعلا، وقف وشاف انه طويل ولابس ابيض وشعره كمان ابيض. بيقول انه كان عليه وقار غريب، بس ده طبعا مش شكله الحقيقي لانه بيظهر للناس بالصورة اللي هم بيحبوها بس. الشيطان سأله وقتها انت عاوز مني ايه؟ فقال له انا عاوز شوية خدم يقفوا معايا ويساعدوني. انصرف عنه وقتها ومشي، وداود رجع يقرأ طلاسم تانية، وبعدها بشوية وصل له مجموعة من الخدم فعلا اللي الشيطان بعتهم ليه علشان يسخرهم تحت ايده ويستخدمهم في السحر. بس طبعا ده كله ما كانش ببلاش. طلبوا منه وقتها يقعد في مكان مهجور بعيد عن الناس كلها. اتحرك بسرعة لمكان بعيد عن الناس ونفذ كلامهم. فطلبوا منه تاني يجيب مصحف ويقسمه نصين، وكل نص منهم هيحطه تحت رجله ويمشي عليه. استغفر الله العظيم، بس هو اللي بيقول كده. كمان بيجيب مصحف تاني ويقطعه كله والورق بتاعه هيفرشه على الارض، وده علشان يمارس عليه حاجات مش كويسة وحاجات ما ينفعش تتعمل اصلا. كل ده الشيطان طلبوا منه علشان يخدمه. ده غير انه ما يغتسلش ابدا
ابدا لما يعمل حمام، ويبعد عن الميه تماما لمده 40 يوم. ممكن انه يشرب عادي، انما يستحمى او يغتسل ده مستحيل. داوود نفذ كلامهم وقعد في الخلوه 40 يوم من غير ما الميه تلمسه. بيقول انه لما خرج كانت ريحته معفنه، ويمكن الكلب وقتها كانت ريحته انضف منه. طلبوا منه تاني ما يقراش القران او يقعد مع حد صالح، لكن اتسمح له انه يقرا القران في حاله واحده بس، وهو انه يقراه قدام الناس علشان يفكروه راجل صالح مش ساحر. وهو اصلا عمل حاجات ما ينفعش تتعمل وخرج عن المله. بيقول انه احيانا كان بيبقى ماشي في الشارع مع الناس ويسمع اذان، فبيخش معاهم وقتها المسجد علشان منظره قدامهم، لانه المفروض شيخ وكده وبيصلي، لكنه كان بيروح يصلي على طول من غير ما يتوضا. والناس كانوا بيسالوه انت متوضي فعلا؟ كان بيقول لهم الحمد لله انا صليت الصبح ولسه على طهاره. وهو اصلا ما بيكونش متوضا، وكمان بيكون على جنابه. المشكله الاكبر انه المفروض بيعالج الناس، لكنه كان بيضرهم مش بيعالجهم. لما كان بيجيله حد تعبان كان بيقرا القران قدامه في الاول، وبعدها بيقرا في سره طلاسم معينه بيحضر بيها الخدم بتوعه. ده غير انه كان بيعرف كل المعلومات عن الشخص المريض من غير ما يساله، لان زي ما احنا عارفين انه كل واحد عنده قرين هيفضل ملازمه طول عمره. فكان بيخلي الخدام بتوعه يروحوا لقرين الشخص المريض ويعرفوا منه كل حاجه. بس الناس كانوا فاكرين انه راجل بركه، علشان كده بيعرف اساميهم وكل حاجه عنهم. وكان بيطلب من المرضى بقره او خروف مثلا، ودي كانت بتتقدم قربان للشيطان. العبره من كده هو الشرك والعياذ بالله، لان هنا بيتم ذبح الابقار للشياطين مش لربنا سبحانه وتعالى. وفي حالات كتير الشياطين كانوا بيطلبوا منه يخلي المرضى اللي عنده يذبحوا بقره سوداء او خروف اسود او حتى ديك اسود، لانهم بيحبوا اللون الاسود جدا. بس كان بيسيب المريض ويقول له انا هدخل الحمام اتوضى واجيلك تاني، لكن في الحقيقه هو كان بيدخل ينجس نفسه ويطلع تاني، وبيقف على السجاده ويصلي بيهم. وفي الاول كان بيقول الله اكبر بصوت عالي، بس بعدها بيقول في سره طلاسم وبيتوسل للشيطان علشان يساعده. والشيطان بيتجسد قدامه على شكل كلب او قرد او خنزير، ووقتها بيسجد تحت رجليه. كل ده والناس فاكرين انه بيصلي وانه انسان صالح، لحد ما بيبدا جسمه يترعش ويتشنج قدامهم كلهم. الناس كلهم بيقولوا وقتها ان كرامه الراجل الصالح وصلت، بس ما يعرفوش ان جسمه كان بيترعش بسبب الشياطين اللي كانوا بيلبسوه يدخلوا في جسمه. وبيطلع خنجر كبير وبيدخله كامل في جنبه. الناس كلهم بيشوفوه دخل السكينه في جنبه قدامهم، بس في الحقيقه هو اصلا ملبوس من الشياطين. يعني الخنجر اللي دخل فيه ده ما وصلوش اصلا. لحد ما في يوم كان بيعمل برضه نفس حركه الخنجر ده، ودخل عليه واحد من الباب وقال هو الله الذي لا اله الا هو. في نفس اللحظه الشياطين كلهم انصرفوا عنه، حتى الشيطان اللي كان في جسمه. ووقتها الخنجر دخل فعلا في جسم داوود. خدوه على المستشفى بسرعه وقعد هناك 3 شهور، وهو ما يعرفش ايه اللي حصل بالظبط وليه المره دي بالذات اتعور. بس لما تاب الراجل حكاله انه ذكر اسم ربنا وهو داخل عليه. فمهما كانت قوه الشياطين اسم ربنا لوحده واقوى منه، وربنا بنفسه اللي قالك ان كيد الشيطان كان ضعيفا. بيقول ان اكتر ناس كانوا بيروحوا له هم الستات مش الرجاله، ومعظم الناس اللي كانوا بيصابوا بالمس من الشياطين كانوا اكتر حاجه من الشباب الصغيرين او الستات الكبيره. حالات المس دي بقى كلها كانت بتبقى في قاعات الافراح او الحمامات. داوود قعد مستمر على الحال ده فتره كبيره جدا، لحد ما في يوم بعد ما خلص شغله زي كل يوم حس انه تعبان شويه وعاوز ينام. فقال لصاحب البيت انا عاوز مكان انام فيه. استغرب منه وقال له نعم، مكان تبات فيه؟ اصلك اول مره تطلب مني الطلب ده. وده لان داوود دايما كان بيشتغل الليل كله لحد الصبح، فكانت بالنسبه له حاجه غريبه انه ينام المره دي بالليل. المهم صاحب البيت جهز له اوضه ينام فيها. دخل ونام، لكنه حلم بحاجه غريبه. داوود حلم انه مات في قريته اللي اتولد فيها. اتغسل واتكفن وشالوه واتحركوا بيه علشان يروحوا يدفنوه، لكنه قعد يزعق بصوت عالي ويقول لهم انا صاحي ما متش. كان شايف نفسه ميت وفي ناس حواليه، ما كانش قادر انه يتحرك وبيزعق بس محدش سمعه. الناس دخلوه القبر وقفلوا عليه. حس وقتها انه صاحي ويقدر يتحكم في جسمه جوه القبر، وشاف ان المكان ضلمه. وفجاه شاف ناس قدامه واصواتهم زي الرعد وقلبه انتفض من مكانه. كان خايف جدا ومش عارف ايه اللي هيحصل له. المهم الناس اللي في القبر دول طلبوا منه يصلي. قال لهم اصلي فين بالظبط؟ وما كانش عارف يعمل ايه، لانه من اول ما اتولد عمره في حياته ما صلى ركعه واحده. جابوا له حاجه كبيره جدا فيها ميه مغليه وقالوا له اتوضى منها علشان تصلي. وهو اصلا لو حط ايده في الميه المغليه دي مش هتطلع من شده حراره الميه. حاول يهرب منهم بس فجاه طلعت ايد كبيره من تحت الارض ومسكته من صدره، وحس وقتها ان اضلاع صدره اتكسرت واترفع لفوق واترمى في الميه المغليه. داوود صرخ بصوت عالي وصح من النوم مفزوع، حتى ان
اصحاب البيت وكل الناس اللي ساكنين فيه صحيوا على صوته. صاحب البيت راح له وبدأ يبخر المكان، لكن داوود قال له وقتها مفيش داعي للكلام ده. كان مستغرب من الحلم ومش عارف ايه اللي حصل ده، وقال لنفسه انه ما اثرش في خدمة الشياطين وكان بيعمل اللي يقولوا له عليه، لدرجة انه قعد ساعة كاملة يفكر في الحلم ده لحد ما تعب وقرر انه ينام تاني. ووقتها شاف نفسه في الحلم ماشي في مكان عالي جدا، بص من فوق وشاف ان في تحت حفرة كبيرة. المفاجأة هنا ان والده كان موجود في الحفرة. ابوه كان موجود في الحفرة بيتوضى بالمية المغلية، ولما ابوه شافه قال له اهرب من هنا يا داود بسرعة. قال له اهرب ازاي انا مش فاهم. رد عليه وقال له سيب الباطل واتبع الحق، اقرأ قرآن وامشي مع الناس الصالحين، وصلي وصوم يا ابني علشان مفيش حاجة هتنفعك غير دينك. داود صح من النوم وعرف ان دي رسالة من ربنا سبحانه وتعالى. قرر وقتها انه يتوب ويصلي اول ركعتين في حياته، لكن الشياطين كان عندها رأي تاني، بيقول ان القوة وقتها اتسحبت منه، ما كانش قادر حتى انه يحرك صباعه، لكنه استعان بربنا سبحانه وتعالى ودعا كتير. ربنا اعانه وراح استحمى الاول واتطهر، وبعدها اتوضى لاول مره، فرش سجادة الصلاه واتجه للقبله وبدا يصلي. وقتها الشياطين بدات تظهر قدامه علشان يمنعوه يصلي، منهم اللي اتجسد على شكل ستات جميله جدا، ومنهم اللي كان بيقول له انه هيخليه من اغنى الناس. كل شهواته وملذات الدنيا وقتها كانت قدامه، بس هو اختار طريق ربنا وصلى علشان يكسب اخرته، لانه عارف انه مهما كان كويس في الدنيا ومرتاح فمصيره في الاخر هيرجع لربه اللي خلقه. بتمر الايام والشياطين بيحاولوا يخلوه يرجع عن طريق ربنا، لكنه قال لهم انا مش هشتغل في السحر تاني. هددوه وقتها انه هيخسر زوجته واولاده وفلوسه كمان، بس ربنا اعانه وزوجته دايما كانت بتقول له ما ترجعش عن توبتك. لحد ما في يوم ابنه اللي كان عنده 9 سنين جسمه بدا يتنفخ بطريقه غريبه لحد ما مات قدامه. داود وقتها اغمى عليه من الصدمه، ولما صحي في المستشفى عرف ان ابنه التاني هو كمان اللي عنده 6 سنين مات بنفس الطريقه. زوجته كانت حامل وقتها، وعدى على الموضوع ده فترة لحد ما زوجته كانت خلاص قربت تولد. الغريب ان فجأة الطفل اللي كان في بطنها اختفى. راحوا على المستشفى بسرعة علشان يعرفوا الطفل اللي في بطنها اختفى ازاي، بس الدكتور قال له ان ظاهر قدامي في الاشعة انها ما كانتش حامل اصلا، فاخدها وراح لواحد يقرأ عليها، والشيطان اتكلم وقال له انا اللي اكلت الطفل ومش هسيبها غير لما تموت هي كمان. وقتها كان خايف جدا على زوجته، لكنها طمنته وقالت له ما ترجعش عن توبتك ابدا، واكيد ربنا في يوم من الايام هيبدلك بزوجة احسن مني. داود بيقول ان حاله دلوقتي احسن من الاول بكتير، ومرتاح في حياته وبقى يصلي ويصوم ويقرأ قرآن كمان. الآن أنا في نعيم، أنا في جنة، أنا في راحة. الآن أصبح أحبابي هم أحباب الله، أحباب الرحمن. ولحد هنا بتخلص حكايتنا النهارده. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتشير الفيديو، واستنونا في الفيديوهات اللي جاية. سلام.